حول هذا الموضوع ينضم إلي المحامي والباحث القانوني من باريس محمد آدم المقراني. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك. أولا، هل هناك اتفاقيات بين باريس وواشنطن للتعاون في مثل هذه المسائل والقضايا؟ نعم سيدتي، بعد التحية. هنالك اتفاقية للتعاون القضائي وتسليم المجرمين بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تم إمضاؤها والاتفاق عليها في سنة 1996، وتم نشرها في فرنسا في الجريدة الرسمية بمقتضى مرسوم في سنة 2002. بصفة عامة هذه الاتفاقية تنص على إمكانية التسليم بين البلدين، لكن باشتراط أن يكون الفعل مجرما في البلدين. كذلك يجب أن يكون الفعل يقابله أو جزاؤه على الأقل عقوبة سالبة الحرية تفوق سنة، من سنة أو أكثر من سنة يعني سجنا، إضافة إلى إمكانية يعني هنالك عدم إمكانية التسليم في علاقة بالجرائم التي تكون لها صبغة سياسية. أما على المستوى الأمريكي فذلك طبعا مناط بعهدة يعني السلطة التقديرية لوزارة الخارجية الأمريكية بعد طبعا بعد استشارة وزارة العدل الأمريكية، وهنالك إجراءات قضائية في هذا الصدد. وإلى أي مدى إذا تندرج هذه القضية ربما في إطار حرية التعبير، وهو ما يستند إليه إيلون ماسك في الدفاع عن نفسه؟ طبعا هذا الصراع بين السلطات الأوروبية وفرنسا خصوصا مع الكبرى المنصات الرقمية العالمية الأمريكية ليس جديدا، باعتباره أن الاتحاد الأوروبي يركز منذ فترة على تقنين المنصات الرقمية وعدم اعتبارها منصات خارجة عن القانون الأوروبي. أولا هنالك قانون للخدمات الرقمية الأوروبي يعرف بالدياسة، كذلك الفرنسا يعني تقنن التعامل مع المعطيات الشخصية، والسلطات القضائية الفرنسية قامت بأعمال تفتيش كما ذكرتم لذلك على مستوى مكاتب إكس في فرنسا. كذلك النصوص الأوروبية خاصة من المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنص على أن حرية التعبير يمكن أن يتم تقييدها بقوانين وطنية في وضعيات محددة جدا دون المس من كل هذه الحرية، إضافة إلى أن قانون حرية الصحافة الفرنسي لسنة 1881 يؤكد في مادته 24 أنه لا يمكن لممارسة حرية التعبير أن تنكر مثلا جرائم ضد الإنسانية. أما على المستوى الأمريكي فيعني هذا يعني المنصات الرقمية على مستوى وادي السيليكون تعتبر أن أي متابعة قضائية وقانونية لها على مستوى الاتحاد الأوروبي أو أي فضاءات أخرى هو من قبيل التتبعات السياسية، وهذا ليس جديد باعتباره أن الصراع متجدد. وحتى الرئيس مانويل ماكرون أكد في مناسبات متعددة على ضرورة التزام هذه المنصات بالقوانين الفرنسية وضرورة كذلك مراقبتها، باعتبارها أنها صحيح أنها يعني منصات يتم إدارتها من شركات قانون أمريكي، لكن لديها تمثيلات في فرنسا والاتحاد الأوروبي، ويجب أن تكون خاضعة للقوانين الأوروبية والفرنسية. المحامي والباحث القانوني محمد آدم المقراني، كنت معي من باريس. أشكرك على كل هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا.